مرحبا بكم. لقد نشرت زمان الوصل من فوضى سماسرة اسطنبول إلى سفارة برلين نجل الوزير يثير الجدل مجددا في خطوة أثارت تساؤلات واسعة في أوساط السوريين بالخارج. تم تعيين محمد براء شكري نجل وزير الأوقاف الحالي محمد أبو الخير شكري في منصب القائم في أعمال السفارة السورية في العاصمة الألمانية برلين. التعيين الجديد يأتي في وقت لم تخمد فيه بعد مواجهة الانتقادات التي لاحقت أداؤه خلال توليه إدارة الشؤون القنصلية والمغتربين في وزارة الخارجية. ويقول المصدر: ترقيات سريعة وتساؤلات حول الكفاءة. تظهر السيرة الذاتية لشكري الابن قفزات مهنية لافتة، فبعد تخرجه من جامعة صباح الدين الزعيم في اسطنبول بكالوريوس عام 2019 وماجستير 2022 وجد نفسه سريعا على رأس ملفات دبلوماسية حساسة، فمن مدير للإدارة القنصلية إلى مدير إدارة أوروبية في مايو عام 2025، واصلا اليوم إلى تمثيل سوريا في واحدة من أهم العواصم الأوروبية. هذا الصعود السريع أعاد إلى الأذهان الانتقادات التي وجهت لآلية الاختيار في وزارة الخارجية بعد الثورة، حيث تساءل السوريين أن المحاصصة أو صلة القرابة بالمسؤولين كوالده وزير الأوقاف، وقد باتت معايير يتجاوز الكفاءة الدبلوماسية والخبرة الميدانية. إرث اسطنبول: سماسرة وطوابير. ارتبط اسم محمد براء شكري خلال الأشهر الماضية بملفات القنصلية السورية في اسطنبول الذي شهد حالة من الفوضى العارمة. وفقا لمتابعات زمان الوصل وما نقله مواطنون، فقد استمت تلك الفترة بتوغل السماسرة باستحالة حجز المواعيد عبر الموقع الرسمي، بينما تتوفر بسهولة عبر وسطاء مقابل مبالغ مالية ضخمة. سوء الإدارة وطوابير طويلة وإهانات تعرض لها المراجعون، مما دفع البعض لوصف المشهد بأنه إعادة إنتاج لأساليب النظام البائد بالتعامل مع كرامة السوريين. غياب الشفافية: اتهمت الإدارة القنصلية تحت إشرافه بالعجز عن اجتراح حول تقنية أو إدارية تخفف معاناة آلاف السوريين في تركيا. تحدي برلين: الدبلوماسية تحت المهجر. وينتقل شكري اليوم إلى برلين، وهي الساحة التي تضم أكبر جالية سورية في أوروبا وتعد مركز صقل سياسي حساس. ويرى مراقبون أن تعيين شخصا ارتبط اسمه بالفشل الإداري في اسطنبول قد يرسل رسالة سلبية للسوريين في ألمانيا. السؤال: هل يتحدث اللغة الألمانية؟ أنا كناشط مدني من أبناء سوريا الحرة أوجه رسالتي إلى الحكومة الموقرة، عليها التريث والنظر للجالية السورية في برلين. هناك الكثير من السوريين لديهم الكفاءة والطلاقة في اللغة الألمانية وأبناء ثورة، ونحن نشهد لهم. أنا كناشط مدني وابن ثورة ومن سوريا الحرة، أنا ليس لدي مشكلة شخصية معه، لكن أنا أخاف على سوريا وسمعة سوريا الحرة. أنا تكلمت كلامي هذا طبقا للتقرير في زمان الوصل. إذا كان لديه فشل يضر السوريين والجالية السورية في أوروبا وألمانيا. شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.